هذا العماني والبطولات دمع، الراس عالي دامها المجد عالي، اللي يعشق هذا التراب وضمه يكون الأول ما يكون التالي. تو حان الوقت في الكويت الحبيبة، بشرون يوم فاز أحمرنا العماني، ومن فضل ربي ترى ما هي جديدة، الحصان القامح في البطولة ما يعاني، الأصيل اللي عسى ربي يزيده، مركزه الأول إذا يدرب العماني. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في قناة الأكاديمية. خطف منتخبنا العماني بطاقة التأهل إلى نهائي خليج زين 26 بالكويت بعد فوزه على منتخب السعودية 2-1، وسيظل هذا الانتصار محفورا في تاريخ الكرة العمانية. جميل الأحمدي يلعب رمية التماس، هنا الخطورة، هنا الخطورة، هنا الخطورة، هنا الهدف الثاني. عمان تكتب التاريخ، عمان تصنع التاريخ، عمان تفعل المعجزة، عمان تفعل المعجزة. روعة يا عمانيين، جميلة يا عمانيين. شكرا للاعبين الأبطال على ما قدمتموه في البطولة، لعبتوا بروح الفريق الواحد وبتركيز عالي وثبات ذهني وبأداء رجولة قوي، وإن شاء الله تعالى يكمل هذا الجهد والعطاء بالتتويج يوم السبت القادم. شكرا للجهازين الفني والإداري بقيادة المدرب رشيد جابر، الذي قدم مردود جيد في هذه البطولة وأثبت نفسه، والذي أعاد للكرة العمانية هيبتها، حيث ردت الروح للفريق الأحمر وتجلت جسور التواصل وكبرت طموحات في الوسط الرياضي. شكرا للجماهير العمانية على اللحمة الوطنية، شكرا على ابتسامة طفل ودعوة أم وفرحة أب على هذه النتائج الإيجابية التي عمت السلطنة. عندما يستفز المنافس منتخبنا الوطني ويتجرأ بالاستخفاف به، فعليه أن يدرك أن الأحمر العماني لم يعد ذلك الفريق الذي ينحني أمام الخصوم، بل يزداد قوة وشراسة رغم كل الظروف والنقص في الصفوف، وكان العقاب قويا ودرسا قاسيا في الكبرياء والشجاعة، ومن أراد كتابة المجد فعليه أن يستوعب هذه المحصلة. الخليج ألف مبروك للأحمر العماني، هارد لك للأخضر السعودي. المباراة والنهائي والنتيجة ذهبت لمن يستحقها. المنتخب العماني أخرج المنتخب القطري الفائز بكأس آسيا مرتين، المنتخب العماني أخرج المنتخب الإماراتي أحد المرشحين في هذه البطولة، المنتخب العماني في نصف النهائي أخرج الأخضر السعودي أيضا أحد المرشحين للفوز بهذه البطولة. تكفون يا أولاد السلاطين الفوز على البحرين، ونحتفل بكأس خليج زين. نعم، نريدها الثالثة وتكون حمراء ثابتة تعم أرجاء السلطنة من مسندم إلى صلالة، وتنشر الفرحة والبهجة على وجوه كل العمانيين صغارا وكبارا، رجال ونساء. قولوا يا رب